عسلامة، مرحبا بكم في الشان يوتيوب متاعي. أنا يسرى. اليوم باش نشارك معاكم طريقتي في ترتيب الكسكسي. أول حاجة عندنا اللحم، عندي طرف ليا نتاع العيد مازالت لي باش نطيبها حمص كسكسي ديالي هذاك، وشوية فول وهذوما قرينات فلفل باش نقليهم في الأول، وبصل أكيد. أنا بصل نحطه كامل يعني ما نقصوش خاطر بطبيعته باش يذوب. وهذا حطيت المقفول فيه زيت هاوينو يسخن باش نحط قرينات الفلفل نقليهم. هذه راهي وصفة ساهلة ويجي كسكسي بنين على الاخر. اللي يحب كسكسي بنين يتبع طريقتي. باش نحط الكسكسي، مانيش باش نبثبثه بالطريقة العادية بالماء، لا تو تشوفوا شنو باش نعمل بالضبط. لهنا انا نقلي في الفلفل، دوبا يتقلى الفلفل نحيه، وباش نحط شوية من زيت القليان، ما هو خاطر كي تحط فيه الزيت تحط فيه الفلفل يولي الفلفل يهبط القون تاعو، القون تاعو بينا برشا. انا نعمل الزيت هذاك نحطه في شوية منه في الكسكسي، نبثبث بيه الكسكسي. لهنا باش نفوح ساعة طريف ملح، وباش نحط كركم. اكيد اهم حاجة في الكسكسي هي الكركم، راه يبان على الاخر ويعطيه كولر مزيان، يجيك اورانجي كيما تاع العروسات، ما يجيك شكل الاحمر مستحمر ما خيبو. وشوية هروس في بلاصة فلفل الأكحل، ما عنديش فلفل الأكحل وأنا بطبيعتي ما نحبوش برشا، دونك نحط الهروس، واللي يحب فلفل الأكحل بطبيعي يحط فلفل الأكحل. حتى التابل ما حطيتش بحكم انه اللحم معلوش، خفت التابل ينحيلي القون تاع العلوش، وزدت فيه اللية، واكيد اللية باش تحط القوم تاعها الكل. هاني نخلطه مليح ونخليه نخلطه وهو شايح، راه ما حطيت فيه حتى شيء. هكاك يتخلط لك، تضمن انه يتخلط لك بالقدا. ها وينو الفلفل طاب، نحيت قرينات الفلفل، وتوا باش نحط شوية زيت. ها توا تشوفوا كيفاش شوية، راه مش برشا، خاطر بطبيعتي بعد باش نزيد الزيت متاع الكسكسي باش نزيدو معناه. توا تشوفوا الطريقة بالضبط، تبعوا معايا. نحط شوية هكاكا ونخلطو بالقدا، ونخليه يرتاح، ما نحطوش راه يفور من الاول. هنا استعملت طماط زينة، ما استعملهاش يستعملها بالحق هايلة. بالنسبة لي أعز طماطم هي طماط زينة. توا حطيت اللحم نفوح بالكركم، وباش نحط بصل وكل شيء حسيبه نقليه مش برشا، راه نقلي الكسكسي ما نقليهوش برشا على الحقيقة، خاطر بطبيعته مش كيما المقرونة. ها وينو نخلط كل شيء، نخلي اللحم يشرب شوية الصوص، وهاني توا مرقته. وليت كي تمرقو يطلع الزيت متاعو، لأن الزيت هذاك نحطه في الكسكسي ونبثبث معناه. يعني الكسكسي نبثبثوش بالماء جملة، نبثبثو كان بالمرقة متاع الكسكسي، هكاكا يشرب ويجي بنين. اما كي تعملو بالماء يجيك معصت. ريتو نهز الزيت هذاك فيه الكولور الكل. نسيت ما قلت لكم جوري في الروضة على هذاك. انا نطيب في الكسكسي على راحتي، وزيد عندي ضياف. ها وين خلط كل شيء ونخليه يرتاح، نخلطه ونخليه يشرب في العقل. شنيا هو الكسكسي ما يجيب فيس، ما نحطوش مع اللحم الاول لا. ها وين خلطو، ويجيكم بعد كل كعبة وحدها، راهو كيما نتاع العروسات بالضبط. التوانسة يعرفوا، اللي تبعوا فيا من تونس الكلهم يعرفوا لي كسكسي تونس في العروسات بنين على الاخر، وكلنا في الدار نحبوا نطيبوا كيف. جربوه على ضمانتي، هذا يجيكم بنين برشا. حقا، ما انا عندي حماتي وكل عندهم السكر، ديما نحط القراع في الكسكسي باش هاوينو ما ياكلوش كان كسكسي كهو، يخلطوا شويه كسكسي شويه قراع شويه فول، يعني باش ما يجيهمش رزين، فهمتوني؟ خاطر كي باش تاكل جوست كسكسي بات مش باهي. هاوينو يغلي قريب يطيب هو ديجا، باش نحط الكسكسي فور. طبعا باش نحطو في الكاسكاس،
وباش نحطو يفور خاطر هذا راه كسكسي ديالي راهو طايب ديجا يعني من بار ربيع ساعة يطيب على هذاك، أما كسكسي باكويت نورمالمون أطول في الطياب، أما هذا راهو طايب. شوفوا توم صلي على النبي، وما طعمو ما نحكيلكمش نودكم ولا شهيكم، جربوه الكل واللي جربوه يرجعلي بربي يعملوا اشتراك في القناة، شجعوني راهي قناة جديدة، وحطوا لايك وباي باي.